اهلا ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد بعنوان ازاي ناخد خطوه ان احنا نداري شعرنا من الطرحه. فلو انتي حاسه ان انتي عايزه تغيري شكل الحجاب بتاعك كملي الفيديو للاخر. بس حابه افكركم في الاول ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتعملوا كومنت، ويلا بينا نبتدي في الفيديو. اول حاجه انا عايزه اعتذر منكم جدا ان انا بقالي 4 شهور ما عملتش فيديوهات، بس كان غصب عني. حصل حاجات كتير جدا في حياتي الفتره اللي فاتت، ومنهم ان انا الحمد لله اتخطبت وقضيت رمضان مع اهلي، فما كنتش فاضيه خالص ان انا اعمل فيديوهات. كده خلاص الاجازه بتاعتنا خلصت، فاستنوا فيديو كل اثنين وخميس ان شاء الله. ويلا بينا نبتدي في الفيديو. اول حاجه انا عايزه اوضحها لكم قبل ما نبتدي بالخمس خطوات اللي تخلينا ان احنا نبدا نداري شعرنا، وهو ان احنا كلنا بنجاهد بطرق مختلفه. يعني شيرين مثلا كانت بتجاهد ان هي تداري شعرها، غير شيرين بيجاهد ان هو بطل يسمع اغاني بس هي مداريه شعرها. فكلنا في حاجه في حياتنا بتبقى صعبه في العبادات ان احنا نعملها. ومش معنى كده انا جايه بقول لكم انا احسن منكم او ان انا خدت خطوه محدش يقدر يعملها، لا بالعكس، انا كنت ببين شعري للاسف، ربنا يغفر لي. وكانت خطوه ان انا اداري شعري دي تقيله جدا على قلبي، لان انا كنت اتعودت جدا ان انا ابين شعري، وكنت دايما حاسه ان انا شكلي لما بحط الطرحه كده لقدام وبداري شعري ان انا وشي اعرض مثلا، او ان انا شبه باز يطير. وكلنا بنحس الاحساس ده. فانا حتى دلوقتي اصلا مستغربه ان ازاي ما فيش ولا فيديو واحد اتعمل ان ازاي نداري شعرنا، مع ان المشكله دي في مجتمعنا كبيره جدا للاسف، وكثير مننا مش عارف ازاي ياخد الخطوه دي. فيلا بينا نبدا بالخمس خطوات اللي انا قلت لكم عليها، وبليز كيب واتشنج. اول حاجه وهي ان في بنات بتيجي باسلوب ان هي تاخد خطوه بخطوه، يعني ما ينفعش اقول لك داري شعرك مره واحده. طب دي تعمليها ازاي؟ هقول لك. احنا تقريبا كلنا كعرب او اغلبنا شعرنا لونه اسود، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ انت هتلبسي البندانه بتاعتك، انت مثلا قولي بتبيني الحته دي كلها من شعرك، حلو. هتبداي ان انت تطلعي سنتي واحد كل 3 ايام. يعني بعد 3 ايام تطلعي الطرحه لحد هنا، يبقى الحته دي اللي باينه بس. وبعد 3 ايام تداريها لحد هنا، يبقى الحته دي اللي باينه بس. وبعد 3 ايام تداريها خالص. فانت بتاخدي نفسك بالتدريج، عشان انا عارفه ان في بنات كتير مننا اسلوبه ان احنا نغير شكلنا مره واحده ده بيبقى مش حلو، وبتحسي ان انت عملت حاجه كبيره فمتبقيش متقبله شكلك. فطريقه انك تقدمي سنتي واحد كل 3 ايام دي لو انت ما بتعرفيش تاخدي الحاجه مره واحده. طيب لو انت لازم تاخديها مره واحده، لان برضو في نوعيه بنات ما تقدرش تاخد حاجه غير مره واحده وبعد كده تلتزم بيها، يعني حوار ان هي تقسم الخطوات دي بتبقى مش احسن حاجه بالنسبه لها. طيب تعمل ايه بقى البنت دي؟ اول حاجه عشان ما تتخضيش برضو من شكلك، هتعملي ايه؟ هتلبسي بندانه سودا، حلو. وسي مثلا انت بتبيني الحته دي برضو، يبقى البسي بندانتك السودا وبيني الحته دي من البندانه، يعني كل دي بندانه بدل ما كان شعرك يبقى البندانه السودا. فالبندانه السودا اللي انت هتحطيها كل الجزء ده وتروحي بتلفيها من هنا، حلو. دي هتخليكي تحسي ان انت الجزء الاسود ده شعرك، انت ما حسيتيش بتغيير قوي. وفي نفس الوقت بتلفي طرحتك زي زمان من ورا، والحته دي كلها باينه، بس ده اللي باين ده اللي باين البندانه مش شعرك. فانتي مش هتستغربي ان مره واحده الطرحه بقت قدام، وان ما بقاش فيه الجزء اللي انت اتعودتي ان هو يبان ده، فخلاص دي بقت بندانه سودا. فانت يعتبر خدتي نفسك واحده واحده، بس خدتي الخطوه على طول. فاهمه الميكس ده؟ فالخطوه دي هتحسسك ان انت ما حصلش تغيير قوي، بس في نفس الوقت انت داريتي شعرك كله مره واحده. فدي للبنت اللي بتعرف تاخد ما شاء الله الخطوه مره واحده من غير اي تجزئه. يبقى كده احنا قلنا اول طريقتين. الطريقه الاولى ان احنا نقدم سنتي كل 3 ايام، والطريقه الثانيه ان احنا نلبس بندانه سودا تدينا ايحاء ان ده شعرنا. طيب الطريقه الثالثه ايه يا شيرين؟ هي مش طريقه على قد ما هي حاجه بتاثر فينا على المدى البعيد جدا. وهي ايه؟ عارفين يا بنات ان احنا اغلبنا بنتابع البلوجر، دي حاجه مفروغ منها. طيب انت بتلاحظي ان اغلب البلوجر اللي انت بتتابعيهم بيلبسوا تربون او بشعرهم، او بيلبسوا حجاب اللي هو كل ده باين ورقبتهم باينه، فغصب عنك انت بتبداي تحسي ان هم شكلهم حلو. وطبعا معروف ان كل ما بان مننا اكتر كل ما بقينا حلوين اكتر، وده هدف الحجاب. طيب انت لما تشوفي واحده احلى منك وانت بتحاولي تجاهدي نفسك وبتحاولي ان انت تسعي ان انت تقربي من ربنا في الطاعات، زي انك تلبسي حجاب زي ما ربنا امرنا وكده، فانت لما تشوفي واحده دايما حلوه ومبيضه شعرها ولا لابسه تربن ولا لابسه قصير، فانت غصب عنك بتتمني تكوني زيها.
فعلى المدى البعيد من كتر ما انت بتتعرضي للمحتوى ده بتبداي تشوفي ان ده العادي وده الطبيعي، وان انت عايزه تبقي زيهم. حتى لو انت بتقولي انا مش بتاثر، انا صعب حد ياثر في شخصيتي، لكن لما الحد بيتعرض لحاجه كتير غصب عنه بتاثر فيه. فانتي خدي خطوه انك تعملي انفولو لكل البلوجر اللي بتحسي ان هم بيرجعوكي لورا، وبتحسي ان هم مستهترين او ربنا يهديهم وياخدوا الخطوه دي بس مش قادرين. فانتي اعملي لهم انفولو عشان تبعدي عن كل الاغواءات اللي بتخليكي غصب عنك تشوفي او تستصعبي خطوه انك تداري شعرك وانك ترضي ربنا. في بنات هتقولي انت مكبره الموضوع كده ليه، وعادي خطوه سهله، بس بالنسبه لبنات تانية دي خطوه صعبه وبتاخد منهم وقت، وفي بنات مش بتكبروا شكلهم. فكل واحد عارف الطاعات اللي هو مش قادر يعملها او صعبه على قلبه، ودي حاجه ما تعبناش عادي، بس اهم حاجه ان انت تحاولي تاخدي خطوه. فكده احنا كده اتفقنا ان النقطه الثالثه ان انت تعملي انفولو لاي حد بيلبس الحجاب بطريقه عكس اللي انت عايزه تعمليها وعكس اللي ربنا امرنا بيها. الحاجه الرابعه وهي ان انا عارفه ان انت جبتي في يوم الطرحه وقفتي قدام المرايه ولفيتي الطرحه وانت مداريه شعرك وهو ما عجبكيش شكلك خالص، وحسيت ان انت اتقفلتي وان انت مش قادره تاخدي الخطوه وان هي خطوه تقيله جدا. فانا هقول لك حاجه. اول حاجه لان انت طبعا زي ما قلت لك انت اخدتيها مره واحده. تاني حاجه وهي ان انت مش عارفه شكل وشك، فمش عارفه لفه الطرحه اللي هتليق عليكي وانت مداريه شعرك. بمعنى انا مثلا وشي دايره مدور، ففي لفات طرح مش هتليق على وشي، لان الوش فيه انواع كتير، في شكل القلب وفي شكل البيضاوي وفي شكل الدائري وفي شكل المربع. فالكل واحده فينا لفه طرحه هتليق على شكل وشها. فانتي لازم تدوري على شكل وشك وتعرفي ايه اللفات اللي لايقه عليه. ولو عايزيني اعمل فيديو عن لفات الطرح اللي بتليق على كل وش قولولي وانا هعمله ان شاء الله. فكده اتفقنا ان انتي لازم تعرفي شكل وشك عشان تعرفي الطرحه اللي هتكون كويسه عليه، فهتتقبلي نفسك. يعني ما ينفعش ان انتي تعملي لفه مش هتليق على شكل وشك فهتكرهي نفسك، وغير ان انتي بتجاهدي في حاجه صعبه بالنسبه لك فتحسي ان الموضوع مستحيل. ولو انتي مش عارفه شكل وشك ممكن تبعتيلي على الانستجرام بتاعي وهعرف ساعتها اتكلم عن اللفه اللي هتليق عليكي وشكل وشك، فهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي في الديسكريبشن لو محتاجه تكلميني. طيب الخطوه الخامسه وهي عكس الخطوه الثالثه، وهي ان انت تعملي فولو لكل واحده بتلبس الحجاب بشكل مودست. يعني ايه مودست يا شيرين؟ يعني ان هي بتلبس الحجاب بس بطريقه شيك، يعني بتلبس اللبس الفضفاض بس بطريقه تحسي ان هي على الموضه، عارفه تدخل الالوان اللي على الموضه، عارفه تلبس اللبس يناسب جسمها، عارفه تديكي نصايح، عارفه تشجعك لما تشوفيها تحسي ان لا مش انت لوحدك اللي بتلفي الطرحه وانت شعرك متداري، او مش انت لوحدك اللي بتحاولي تلاقي تريكات ازاي تداري رقبتك. فحاولي يبقى عندك تغذيه بصريه كتير جدا من البنات دي. عارفين اللي هي البنات اللي بتبقى حجابي دي، اللي هي بتبقى ما شاء الله عليها مداريه شعرها ورقبتها ولابسه لبس واسع وفضفاض. يا رب يعني نقدر ناخد الخطوه دي كلنا. حاجه من ضمن النقطه الخامسه برضو وهي الصحاب. لو انتي محاوطه نفسك بصحاب بيلبسوا تربون، بيبينوا شعرهم، بيبينوا رقبتهم، وخلينا متفقين ان الصاحب ساحب، ودي حقيقه فعلا. لو انتي مصاحبه ناس بيحاولوا ان هم يجاهدوا نفسهم عشان يقربوا لربنا وبيحاولوا ياخدوا خطوات احسن، فانتي هيكون بالنسبه لك الحوار اسهل. لو انتي صحابك دايما بيفكروا مثلا في قلع الحجاب، بيلبسوا تربون، فانت هتبقي خطواتك تقيله وصعبه جدا لان مفيش حد يشجعك. فحاولي تحوطي نفسك بناس بيتقوا ربنا في نفسهم، وانت بالطريق ساعتها هيكون الخطوه سهله عليكي جدا. فاحنا كده خلصنا الخطوات وكده وصلنا لاخر الفيديو. فعايز اقول لكم كلمه اخيره، ان من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، وان احنا كلنا حلوين، وان الهدف من الحجاب ان هو يقلل جمالنا شويه عشان يبقى لشخص واحد معين، وان احنا كلنا جايين الدنيا دي امتحان ومحدش ضامن عمره. فدايما حاولي انك تاخدي خطوه اقرب لربنا. انتي مش عارفه بعد الشر عنك هتموتي امتى، فعشان كده بقولك خدي الخطوه دي النهارده قبل بكره، وربنا يقدرنا كلنا ان احنا نعمل الطاعات. وبكده يكون الفيديو خلص، ويا رب الخطوات اللي انا قلتها تكون عمليه بالنسبه لك وتحس ان هي فايدتك فعلا. ولو واحده برضو وصلت ان هي ما شاء الله بدات تداري شعرها ورقبتها، ممكن تقول لنا في الكومنتات عملت كده ازاي. ممكن يكون في خطوه انا ما قدرتش اقولها، او في خطوه انا ما اعرفهاش، بس انا جمعت لك كل الحاجات اللي انا عملتها
عشان ابدا اداري شعري الحمد لله. فخلينا نفيد بعض، ويا رب دايما نشجع بعض على الحاجات الكويسه. وانا بحبكم جدا جدا جدا، واستنوا فيديو كل اثنين وخميس، وباي باي.